الابن ده امه كلمته وقالت له لازم تجيلي بسرعه. فجاي هو وزوجته بيقول لها في ايه؟ حصلت حاجه مهمه؟ قالت له مفيش يا ابني، انا بس كنت مربيه بط ووز، جهزت لك 2 عشان تاخدهم معاك. قالها برضه ده كلام؟ جايباني من اخر الدنيا علشان تقولي لي بط ووز؟ قالت له في الحقيقه يا ابني انا كنت عاوزاك في حاجه تانية. والدك تعب جدا وانا ما كانش معايا فلوس، فاضطريت ان استلف من الجيران، فالجيران دلوقتي عايزين الفلوس دي، فقلت اكلمك علشان تسلفني، ووعد مني هرجع لك الفلوس دي. فزوجته قالت له انا مستنياك في العربيه. لا خلاص مفيش مشكله، هشوف زوجتي وارجع لك. راح لزوجته قال لها طبعا انت سمعتي. قالت له وانا مش هديك فلوس. قال لها ايه الحل؟ قالت له روح كلم اختك تتصرف هي. فكلم اخته ومشي من غير ما يرجع لامه. بنت جت جري على والدتها وهي مخضوضه على والدها، وبتقول لها طمنيني عليه، خدي الفلوس دي ووالدي يخف وهتيجي انت ووالدي تعيشوا معايا في البيت، انا مش هبقى مطمنه عليكوا كده. سبحان الله، 2 من بطن واحده، بس في ابن عنده جحود والبنت عندها بر للوالدين.